السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده فيديو الافكار الجميل اللي بنعمل فيه كذا فكره لكذا اكله. خليكم معايا بس للاخر، وان شاء الله كل الاكلات اللي هنقدمها في الفيديو تعجبكم. ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. يلا بقى نسمي الله ونشوف معانا ايه. طبعا كل سنه وانتوا طيبين، خلاص العيد على الابواب، وكلنا دلوقتي بنفكر في الاكلات الحلوه بتاعه العيد، واللي من ضمنها الممبار. فاحنا النهارده هنعمل كده الممبار بطريقه سريعه، وعايزه اقول لكم ان الفيديو كامل على القناه تقدروا تخشوا تشوفوه، وانا ان شاء الله هحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف تقدروا تتفرجوا عليه بالكامل. تمام كده هنعمل الممبار بتاعنا. معانا هنا كيلو من الممبار غاسلينه ومنضفينه. هنبتدي نجيب بقى شويه من الزيت او اي ماده دهنيه انت تفضليها، لو عندك ليا هيبقى افضل طبعا. وبعد كده كنا عاملين في الكبه حوالي بصلتين كبار، طبعا الممبار بيحب البصل الكتير. ونزلنا بشويه من البصل وعليهم مكعب من الماجي والتوابل بتاعتنا ومعلقه من الصلصه ومعلقه من الفلفل، وبدانا نقلبهم. وبعد كده نزلنا بالطماطم بتاعتنا وسبناها لما تتسبك خالص. بعد كده نزلنا بالرز بتاعنا والخضره اللي هي عباره عن شبت وكزبره وبقدونس، حزمه من كل نوع، وقلبناهم. وضفنا طبعا بقيه البصل اللي احنا كنا مقطعينه في الكبه بتاعتنا. بعد كده جبنا بقى الممبار وبدأنا نحشيه زي ما انتم شايفين. نحاول نخليه ما يكونش مليان قوي عشان ما يفرقعش مننا لما نيجي نسلقه. وبعد كده في الآلية برضو يبقى ايه، ما يفرقعش مننا. خلصنا كل الكمية، بدأنا نجيب المية المغلية بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وأضفنا لها بصل وورق لورا والتوابل بتاعتنا عشان تخلي الممبار ريحته حلوة كده وما يكونش ليه ريحة ولا حاجة. وبعد كده أخد معانا تقريبا ساعة إلا ربع سوا. ولما استوى طلعناه وسبناه يبرد تماما. بعد كده بدأنا نحمره في الزيت زي ما انتم شايفين. وتقدري بقى تقدميه بأي شكل، عايزة تقطعيه زي كده، عايزة تسيبيه زي ما هو براحتك بقى، وتزوقيه بورق البقدونس وبيبقى طعمه خطير جدا جدا. وطبعا لو انتوا حابينه سبايسي هتضيفوا طبعا فلفل وشطة براحتكم زي ما انتوا عايزين. بعد كده معانا فكرة الأكلة الجميلة. عملنا النهاردة الغدا بتاعنا كان بامية وفراخ. تعالوا أقول لكم إزاي أنا عملت الشوربة بتاعتي، وكمان عملت البامية إزاي. جبنا هنا الفراخ بتاعتنا، طبعا كنا غاسلينها، اي كميه بقى من الفراخ براحتك على حسب عدد الاسره. وبدانا نجيب معلقه من السمنه ونزلنا بالفراخ بتاعتنا المغسوله طبعا ومتصفيه كويس قوي، ونزلنا بالفراخ وبدانا نقلبها في السمنه بتاعتنا. وبعد كده جبنا بقى ايه، جزرايه متقطعه، طماطمايه، شويه من التوابل ملح وفلفل، وشويه من بهارات الفراخ، نص مكعب من الماجي، وكمان البصل ما تنسوهوش زي ما انا كنت ناسيه، وبعد كده هحطه. وبدأنا نشوحهم مع بعض شوية كده. وبعد كده نزلنا بالمية بتاعتنا، يفضل طبعا المية تكون سخنة. وانا هنا كنت نسيت البصل فانا بحطها. وبعد كده نسيبها بقى تغلي على نار عالية. وبعد كده نوطي عليها النار، هتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شوية شوربة زي العسل رايقين وما فيهمش اي حاجة. وطبعا ما فيهمش ريم لان انت غاسلة الفراخ كويس قوي وكمان مصفية. تمام كده خلصنا الفراخ، نخش بقى على الباميه بتاعتنا. معانا هنا معلقتين من السمنه، نزلنا عليهم كده ببصلايه صغيره. طبعا انت بتحطي البصل على حسب كميه الخضار اللي انت هتعمليها، فانا هنا عامله نص كيلو من الباميه فحطيت يا دوب بصلايه كده صغيره. وبدات ايه اقلبها في السمنه بتاعتي زي ما انتم شايفين، اسيبها كده تتشوح شويه. وبعد كده هنزل عليها بالتوابل اللي هي عباره عن ملح وفلفل اسود ونص مكعب من الماجي وشويه من البابريكا زي ما انتم شايفين. وابتدي اقلب اقلب علشان التوابل بتاعتي تشرب كده من البصل والبصل يشرب من التوابل زي ما انتم شايفين. تقليبه حلوه قوي كده. انا مش عايزه البصل ياخد لون قوي، انا عايزاه يا دوب كده بس يدبل علشان يبقى طعم الباميه بتاعتنا حلو، وكمان تبقى خفيفه على معدتنا، ما تبقاش مسبكه ايه والبصل كده يتعبنا في معدتنا في الحر ده. تمام كده نزلت بقى بنص معلقه صغيره من هريسه الشطه الحمراء زي ما انتم شايفين وقلبتها. طبعا على حسب لو الفلفل دوت حامي ما تحطوش كتير، هي يا دوب بس حبه كده صغيرين، بيدينا تيست حلو للباميه وكمان بيدي لون حلو وطعم حلو قوي. بعد كده نزلت بمعلقه كبيره من الصلصه وبدات اقلب. نزلت بعد كده بنص معلقه صغيره من السكر عشان تظبط لنا طعم الصلصه والطماطم. وبدات اقلب كويس قوي علشان الماده الحافظه اللي في الصلصه كده تروح منها. وبعد كده نزلت بشفشق من الطماطم زي ما احنا شايفين، وبدات اقلبها وغطيتها وسبتها بقى على نار هاديه تتسبك خالص.
بعد كده رجعت لها تقريبا بعد ربع ساعة زي ما انتم شايفين الصلصة اتسبكت معايا وبقت بالشكل الجميل ده، تقيلة كده ولونها احمر وفي منتهى الجمال، طبعا من الصلصة والبابريكا اللي احنا حطيناها واحنا بنعمل الطماطم بتاعتنا. طبعا كان عندي بقى هنا نص كيلو من الباميه، انا كنت جايباه وغسلاه غسله حلوه قوي، وبعد كده صفيته من في المصفى، وبعد كده خدته وحطيته على فوطه نضيفه وسبته كده تحت المروحه لحد ما نشف تماما. بعد كده قمعته، وزي ما انتم شايفين بقى معايا باللون الجميل الاخضر ده. حافظت عليه ان انا ما حطيتهوش في الشمس ولا اي حاجه، سبته يا دوب ينشف بس كده تحت المروحه. بعد ما قمعته كده نزلت بيه بقى على الطماطم المتسبكه بتاعتنا، وبعد كده هنزوده بقى بشويه من الشوربه الحلوه ديت اللي طعمها حلو اللي احنا عاملينها، وهنوطي عليها النار ونسيبها لما تستوي براحتها. اثناء بقى ما الباميه بتاعتنا كانت بتستوي، انا قلت نعمل شويه من الطماطم المخلله. انا ما عنديش بتنجان عروس، فقلت عايزين مخلل طبعا جنب الباميه، فقلت نعمل طماطم مخلله. جبت كده شويه من الطماطم، وبعد كده جبت فصين من الثوم المهروسين، ونزلت عليهم بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وكمون وشويه من الشطه والليمون طبعا والخل. وكنت هنا بشره جزريه، خدت شويه قطعت فلفلايه رومي وشويه من الهريسه اللي هي الشطه الحمراء يعني او الفلفل الاحمر زي ما انتم شايفين. وبدات اجيب الطماطم بتاعتي واقطعها زي ما انتم شايفين، وبدات احشيها. وما تنسوش طبعا رشه كده من السكر مع الخلطه دي، بتعادل الطعم بتاع الملح وبتاع الخل والليمون، وبتديها طعم حلو قوي للمخللات. ما تنسوش تحطوا رشه السكر دي، جربوا والله هتدعوا لي على طعم المخلل اللي هيبقى في منتهى الجمال. بدات احشي الطماطم بتاعتي زي ما انتم شايفين، وبعد كده ما اخلص الكميه كلها ابتدي انزل بيه شويه من الجزر المبشور. وكان عندي كده حته بصل كده باقيه من الباميه والطبيخ بتاعي، رحت برضو مقطعاها وضفتها للمخلل. بتبقى طعمه حلو برضو البصل لما بيبقى متخلل واخد من التوابل ديت. زي ما انتم شايفين كده قطعته. انا عن نفسي انا بحب قوي البصل وهو متخلل كده مع البتنجان ومع الطماطم، بيشرب كده من نكهه الثوم والليمون والخل، بيبقى طعمه حلو قوي. خلصنا البتنجان بتاعنا، بدأنا نعصر عليه بقى، قصدي الطماطم بتاعتنا، نسيت هي طماطم مش بتنجان. نزلت بقى كده بعصرة من الليمون، وزي ما انتم شايفين الطبق في منتهى الجمال كده، حاجة كده تفتح النفس فعلا. في الجو الحر ده بنبقى محتاجين ناكل مخللات جنب الأكل. كانت البامية بقى بتاعتي خلاص استوت زي ما انتم شايفين، شكلها ولونها في منتهى الجمال، حاجة كده تفتح النفس. وبدأت أغرف. طبعا كنت عايزة أقول لكم إن أنا عملت رز بالشعرية زي ما انتم شايفين، وكمان خدت الفراخ بتاعتي شلتها من الشوربة وسبتها تتصفى، وبدأت أدهن وشها كده بمعلقة من الصلصة، وحطيتها تحت الشواية لحد ما خدت اللون الجميل ده. وكمان عملنا شوية من شوربة اللسان العصفور، وكانت الأكلة في منتهى الجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب البامية طريقتها تكون سهلة عليكم، وزي ما انتم شايفين لونها في منتهى الجمال تحفة جدا. جربوا بالطريقة دي هتتبسطوا جدا من طعم البامية، لأن هي مش هتحمى على صدركم، لأنها ني في ني وسهلة جدا وبطريقة بسيطة. وكمان الممبار ما تنسوش تخشوا تشوفوا الفيديو، هيعجبكم جدا جدا. الطريقة سهلة وفي منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. بدأنا نحط كمان الليمون اللي هنعصره على البامية للي بيحب البامية بالليمون. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير فيديوهات جاية كتير. مع السلامة.